السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا هنعمل بإذنك يا رب معانا محشي. طبعا الخلطة بتاعتنا دي أهو، عاملين طبعا الخلطة بتاعتنا بصلتين كبار وتحمريهم كويس بس ما تحرقهمش، وبتحطي معلقتين كبار من الصلصة بعد البصلة ما بتصفر كده. وبعد ما الصلصة بتحط القوطة عندك اللي انت فرماها، وبعد كده طبعا قطين او 3 تبشريهم بشر وتحطيهم بالطريقة دي. تمام. على ما تتسبك تروحي حاطة عليها الرز، الكمية طبعا اللي انت عايزاها، من 2 ل3 رز. وبعد كده الملح وكل التوابل بتاعتنا اللي احنا حاطينها. وبعد كده طالعة بالطريقة دي. وادي الكرنب اللي احنا مقطعينه اهو، تبع التقطيع اللي انت عايزاها بالشكل كده. وادي نعمل ايه دلوقتي، بنحشي معانا الكرنب برضو تبع الطريقة اللي انت تحبيها، الصباع حسب ما انت بتلفيه، سهل وبسيط. كلنا طبعا بنعمل الكرنب، ودلوقتي طبعا الدنيا برد والكرنب بيبقى ايه حلو في الوقت ده. تمام. وبتلف كده بيطلع الصباع بالطريقة دي كده، تعتبر زي تاكليه وهو كده اخضر وجميل. وبالتنينة نلف كده الكرنب تبع الورقة اللي انت مقطعاها. يبقى حلو طبعا الكرنب في الفترة دي. طول ما احنا قاعدين نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة الجمعة، كل اللي عنده دعوة حلوة يدعيها، ربنا يتقبل يا رب. وبعد ما بتخلصي لف الكرنب طبعا المية حاولي ما تغطيش بيها الكرنب للآخر عشان بيطلع مفلفل معانا. شايفة الصباع حلو ازاي؟ الكرنب ده أساسا عايز له يومين يتعمل فيه. كام بس. وبعدين ناس بتعمله قبله بيوم، تقطع وتسلق وبعد كده ايه بتحشيه تاني يوم. هو فعلا هو متعب ايوه، بس برغم كده برضو بنسعى دايما اللي احنا نعمله. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عشان بس ايه وقتكم، بس انا حبيت اوريكم الطريقة اللي انا بعملها ازاي. والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.